السلام عليكم ولدي. واش مبروكة. اليوم جبتك باش نختبرك ونختبر هاد الناس اللي تيشوفوا فينا ونشوفوا واش عندهم شي ثقافة دينية ولا لا. رمضان كريم جدي، بارك الله فيك. شكرا جدي، بغينا نتعلموا حتى حنايا ونستافدوا منك. بسم الله، انا تنسمع. طبيعة الحال انا غادي نسولو وفي نفس الوقت نسولكم حتى نتوما باش تختبروا المعلومات اللي عندكم. بسم الله نبداو. قول لي يا ولدي، فين كان تعيش سيدنا زكريا عليه السلام؟ فين كان تعيش سيدنا زكريا عليه السلام؟ واش في مصر ولا في فلسطين ولا في مكة؟ يا جدي هذا سؤال زوين. قلنا في مصر ولا في فلسطين ولا في مكة؟ فلسطين يا جدي. نعم ولدي، تبارك الله عليك، صحيح، كان تعيش في فلسطين. السؤال الثاني يا ولدي هو: من هو أول نبي ذكرت قصته في القرآن الكريم؟ عندنا ثلاثة الاختيارات دائما يا ولدي. عندنا آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. فهمتي السؤال؟ جدي فهمته. الجواب يا جدي، الجواب وانتم الخوت عارفين شنو هو الجواب؟ الجواب هو سيدنا آدم عليه السلام يا جدي. صحيح يا ولدي، صحيح، تبارك الله عليك، سيدنا آدم عليه السلام. ولدي هذا السؤال الثالث. ياك تتشوف ولدي في الحج تيديروا واحد الركن تيسميوه السعي بين الصفا والمروة. جدي تنشوفو، ياك ماشي سؤال عليه. طبيعة الحال ولدي، قول لي يا ولدي، شكون هو أول واحد اللي دار هاد السعي بين الصفا والمروة؟ كي قلت لك ديما عندنا ثلاثة الاختيارات. عندنا السيدة سارة، السيدة هاجر، أم سيدنا إبراهيم؟ يا جدي قلنا سيدة سارة ولا سيدة هاجر ولا سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذا أنا جدي تنقول أنا السيدة هاجر. الله يعطيك الصحة ولدي، طبيعة الحال السيدة هاجر. الجواب صحيح 100%. السؤال الرابع ولدي: ما المقصود بيوم الفرقان في القرآن الكريم؟ نعاود السؤال: ما المقصود بيوم الفرقان في القرآن الكريم؟ فتح مكة، غزوة أحد، غزوة بدر؟ يا جدي هادشي ولا تيقصح عندك. قلنا ما المقصود بيوم الفرقان في القرآن الكريم. يا جدي غزوة بدر. تنتمنى تكون صحيحة، راه جاوبت غير على الله. غزوة بدر. ولدي الله يعطيك الصحة، واخا غير خمنتي ولكن التخمين ديالك كان صحيح. يا هذيك غزوة بدر. وانتم الوليدات كي تيبان لكم هادشي غاديين معنا مزيان، المعلومات زوينين، الأسئلة مزيانة، كتبوا لي في الكومونتيرات وقولوا لنا شنو كاين، واش هذاك الشيء مزيان، واش بغيتو نزيدو شي أسئلة أكثر من هكا. المهم شاركوا معنا هادشي. قول لي يا ولدي، بالنسبة للقرآن الكريم، دابا سؤال على القرآن الكريم، شحال هي المدة
والله سبحانه وتعالى تنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المدة والقرآن هو تينزل شحال تاع المدة، واش 30 عام أو لا 23 عام أو لا 27 عام. أجدي ايوا راه القرآن الكريم خصنا نكونوا عارفين حنا هاد المعلومة هادي يا جدي 23 عام 23 عام والقرآن تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. عشتك ولدي متيقن جاوبتي بالزربة كاع ما فكرتي هاد المرة. طبيعة الحال يا جدي هذا القرآن الكريم هذا، واش الجواب صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا الله يعطيك الصحة، راك مراجع، هذا مراجعو مزيان. يا ديك 23 عام أو 23 سنة. قولوا لي الوليدات والوالدين اللي تيتفرجوا في هذه السلسلة هذه، قول لي شحال جاوبتي من مرة صحيح وشحال جاوبتي من مرة غلط. وكي جاوك هاد الأسئلة واش الأسئلة كنتي عارفهم ولا جدادين عليك؟ اوكي قلت لكم بقاو تقولوا لي شي في التعليقات باش نقلبوا ديما على الجديد ونجيبوا الجديد. احنا ان شاء الله نبداو معكم من اليوم حتى الاخر تاع رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. قول لي يا ولدي موجود. دابا سيدي السؤال الاخر قال لك ما هي اكثر صورة تكرر فيها اسم الرحمن؟ عشان ندير بشوية باش تستوعب السؤال. ما هي أكثر صورة تكرر فيها اسم الرحمن؟ عندنا سورة الرحمن، سورة البقرة، سورة مريم. الله يعطيك الصحة يا جدي، قلت لك أنا القرآن الكريم وأنت تشحر معايا. يا جدي قلتي سورة الرحمن ولا سورة البقرة ولا سورة مريم؟ لا هذا جاني صعيب جدي، ولكن غادي نقول سورة الرحمن. لا ولدي لا، اليوم غلطتي، لا ماشي سورة الرحمن، سورة مريم.